مسقط الرأس التي أحبها حتى النخاع. لي الشرف أن ألبي ندوة أو دعوة مديرية الشباب بمدينة تازة، وأكون ضمن لجنة التحكيم التي تتكون من أعضاء من الدكتور عمر الصديقي والأستاذ محمد بورمضان، المعروف عليهم بثقافتهم ونبلهم وأخلاقهم وإنسانيتهم وتفهمهم. ترعرعت في هذه القاعة وتعلمت أصول المسرح وقواعد اللعبة المسرحية، ومن خلالها تعرفنا على جمهور كبير. وكما قال الإخوان في كلمتهم، كما قال الأستاذ نور الدين، أن تازة دائما كانت قلعة المسرح بامتياز، وهذا ما نتمناه. عندي اليقين أن هذا الشباب والشابات والفرق المشاركة حاملين مشعل المسرح بالمدينة. أصدقائنا وأحبابنا في جميع النوادي كنحبوهم وكنقول لهم على أنه إن شاء الله غادي نكونوا عند المستوى عن ضمن ديالكم، على أن غادي نختاروا ما هو جميل، ما اللي غادي يشرف مدينة تازة. راه ماشي سهل على أنه تجي دير عمل مسرحي، يكفيك انك تجي دير راه اعترافا بهذه الفرق على انهم ان شاء الله غادي يكونوا في المستقبل راه هما الفائزين. راه الا اختارينا وحده راه 7 الفرق كلهم انهم غادي يكونوا في المستوى، وغادي يعطونا يعني اعمال، وغادي يعطونا ممثلين وممثلات اللي غادي يكونوا في المستقبل غادي يقولوا الكلمه ديالهم. شكرا على هذا التشريف المديريه الجهويه. تحيه لاصدقاء محمد الجم ووزارة الشباب والثقافة، وكنتمنوا إن شاء الله نكونوا عند حسن الظن الجميع. تحية للشباب اللي في المدينة كيناضلوا من أجل الفن، من أجل يعني استمرار يعني المسرح وأبي الفنون بالمدينة. أترك الكلمة لأن الكلمة أنا ما وجدتهاش، هذه كلمة ارتجالية، كلمة